بابا يعني مش يعني he's easy going قوي، يعني نفسي ساعات يشد عليا. هاي هاي، ازيك؟ الحمد لله تمام. محمد، هاي. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. احكوا لي كده عن نفسكم في 30 ثانيه. تمام. انا نبدا بهايا ليديز فيرست. تمام ماشي عادي اكيد طبعا. اسمي هايا سليمان وعندي 16 سنه. اوكي. ولو عايزه يعني هوبيز وكده، انا بحب الغنى قوي والتمثيل والحاجات دي. اوكي، وانا دلوقتي في مسرح بروفا، ده جنب المدرسه. ده جنب المدرسه. يعني انت وفي نفسك المدرسة، يعني انت يعني نفسك حاجات- تطلعي ايه؟ انا بصي، هو مينلي اركيتكتشر، بس انا بحب قوي الغنى والتمثيل، يعني دي هنشوف دلوقتي، هنشوف. محمد، انت نفسك تطلع ايه؟ انا كان نفسي يعني لحد دلوقتي نفسي ابقى لعيب كوره. هو انا بلعب كوره كده كده، بس يعني لسه الموسم بس خلص، وكمان عشان انا تالت ثانوي، فما يعني ما كملتش لحد الاخر، فلسه يعني خلاص ان شاء الله تالت ثانوي وارجع تاني العب كوره. حلو، لازم ترجع طالما بتحب. اكيد طبعا. اوكي، شاطر في المدرسه؟ يعني نص. هايا شاطره في المدرسه؟ اه تحبي تروحي المدرسه؟ اه 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 غريبه، مش It's كتير. weird. اه مش كتير بيقولوا لي بحب نروح المدرسه. لا، أنا وانت يا بروح. محمد؟ لا ما بروحش مدرسه خالص. ما بتروحش خالص؟ لا. ما بتحبش ولا انت اصلا بتذاكر من البيت؟ الاثنين، ولا بحب ولا، وكده كده بذاكر من البيت. بس لو بس في حضور، يعني انت ممكن تروح عادي. ايوه بس انت اللي مش عايز تروح. عشان معظم اصحابي مش في المدرسه طب ولما بتقعد في البيت بتذاكر بقى ولا لا انا مقضيها؟ بقعد بذاكر فعلا. بجد. يا راجل بجد والله. مش هعمل مصدقه. طيب قولي لي هاي، ايه اكتر حاجه بتدوري عليها لما تيجي تختاري واحده صاحبتك؟ الثقة، يعني التراست دي أهم حاجة في الدنيا، وإن هي ما تكونش يعني كل الناس دلوقتي بيتكلموا عن التاني. بيتكلموا على بعض. على بعض. اوكي. فأنا ما بحبش كده، يعني بخلع الموضوع ده، فبحاول إن أنا ألاقي صاحبة يعني امينه. وفي نفس الوقت تكون تراست، دي أهم حاجة عندي، تراست. تمام. محمد؟ لا انا عموما يعني لازم يكون صاحبي بمعنى كلمه صاحبي فعلا، اللي هو يكون فعلا لو مثلا حصل معايا ظرف يكون جنبي فيه، مثلا حد اتكلم عليا مثلا انا مش موجود، يكون فعلا شايف ان كلامه غلط، اللي هو جدع يعني. جدع. صاحب بالظبط. الجدع. بالظبط. طيب ايه ممكن يحصل من صاحبك يخليك تقطع معاه خالص؟ انه مثلا لا هو يضحك عليا مثلا، يبين لي اي حاجه، يعني يبين لي ان هو مثلا ملاك، بس هو مثلا بيتكلم عليا هو فعلا انه يكون بيكذب مثلا عليك. بيشتغلك. بالظبط. ايه ممكن يحصل من واحده صاحبتك يخليك تمد ايدك عليها؟ طب لو أنا مش من نوع الناس أنا بدي إيدي على الناس. حلو، قولي لي ممكن ايه اقصى موقف تاخديه مع واحده صاحبتك أقصى ضايقتك؟ ممكن مثلا إن أنا أزعق بصوت عالي جدا، ويعني ده لا انتي ليه عملتي كده، واشتم اوكي. بقى. هتعرفي تاخدي حقك يعني؟ لا بعرف تعرف تاخد حقك من حد اذاك؟ يعني سهل. انا يعني ما اقدرش اسيب حقي برضه، يعني ما بحبش ان انا اسيب حقي كده، لو احس ان انا ابقى سهل، فاهم؟ تمام. هايا، ايه اكتر حاجه مضايقاكي في الوقت اللي احنا فيه ده من الجنريشن الاعلى منك؟ ان هم دايما بيفكروا ان يعني ازاي نسابق سننا. طب ليه يعني؟ لا يعني لحظه، مين اللي بيفكر يسابق السن؟ الجن، قصدي سوري، الجيل كله. جيلك جيل بيفكر يسبق سنه. اوكي. يعني مثلا تلاقيه دلوقتي ولد مثلا عنده 12 سنه ولا 10 سنين ولا 13 سنه، ها. ويقول انا عايزه اصاحب ولا عايزه اشرب مش عارفه ايه. اوكي. يعني طب ليه؟ انت لسه صغير. يعني انا زمان كنت بمسك نوكيا يا حبيبي، يعني انت بتعمل كده، فليه يعني انت عندك كام سنه؟ 16. انت 16 سنه بتقولي ان ال 12 سنه عايزين يسبقوا سنهم يجروا اكتر؟ عشان انا يعني عندي شخصيه كده، فعارفه. اوكي. طب وانت يا محمد؟ انا شايف اللي هو كله بيمشي ورا الترند، وكل عايز يبان اللي هو فعلا من صغر سنه اللي هو عايز يبان كبير، فممكن يعني كل واحد مش راضي يعيش سنه، فبحس اللي هو كله بيحب يقلد بعضه. طب ما انتوا يا جماعه من الجيل ده، ما انتوا طالما انتوا فاهم. فاهمين ده ازاي بتعملوه؟ ايوه هو انا ممكن اكون من الجيل ده بس مش بتصرف نفس التصرفات. اوكي، انت مش حاسس ان انت سابق سنك؟ انت زي ما انا عادي. ماشي تمام. بالظبط. طب ما انت ممكن تبقى شايف كده بس مش ده الصح. هو ممكن مع كل واحد ليه وجهة نظر. ايه التصرفات اللي ما بتحبيش تشوفيها من صحابك الولاد؟ ان هما مثلا لما بيقعدوا معانا مثلا يقعدوا يجيبوا في كلام البنات، والولاد دي عملت ودي سوت ودي بيتكلموا على البنات يعني. وان هما برضو بيلمسوا يعني كتاتش، فيزيكال تاتش جوك فعلا. بس طبعا كل واحد عنده حدود، باوندريز. في ناس بتتقبلها وفي ناس لا. انا ما بحبش كده مع
ان جنرال مع صحابي يعني. اكيد. طالما تبوسها ان بابليك وما فيهاش فيلينجز وقدام اخوها سو وات بيبي. لو انت في مشروع اتكلمت فيه انت واصحابك وماشيين في اجراءاته فعلا وهيجيب فلوس كتير قوي، كلكم قاعدين مستنيين وطلع المشروع فلوسه هتيجي من طريق مش صح، لا هو هتكمل عشان الفلوس الكتير ولا هتاخد قرار بان لا مش هعمله؟ لا مش هعمله اكيد. مش هتعمله. مش هعمله لا. المظاهر بتهمك؟ اه يعني مثلا لو عندك جروب من اصحابك لازم يبقوا شبهك من نفس الاريا لا لا بتاعتك، لا 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 لا. عندهم عربيات، لابسين معرفش لا ايه لا الكلام لا ده خالص. عادي؟ لا عادي جدا. وانت يا محمد؟ لا عادي ما فرقش معايا. ما يفرقش معاك، المهم اهم حاجه جدعنه، تكون شخصيته تمام. شخصيته كويسه. ده. انتوا عاقلين زياده ولا انا بيتهيألي؟ مش عارف. بيتهيألي صح؟ لا. حظي النهارده في العاقلين. طيب اوكي، السوشيال ميديا عموما بتاخد قد ايه من وقتك في اليوم في حياتك؟ لا كتير قد ايه؟ قوي. كام ساعه بتقعدي؟ كام ساعه تقريبا ممكن على السوشيال؟ مثلا 6 ساعات ولا حاجه، كتير قوي يعني. بتقعد قد ايه على السوشيال ميديا يا محمد؟ بتاخد نص يوم الصراحه. نص اليوم بتعملوا ايه بقى؟ لا بفضل اكلم مثلا صحابي على الجروب، سكرول على التيك توك بتاع، بفضل اضيع وقتي. مثلا ساعات لما بفطر لازم اكون ماسك حاجه اتفرج عليها، فباخد وقت اساسا في الفطار. طب في اي حاجه انتوا بتقعدوا كتير قوي كده، ففي اي حاجه حسيتوا ان انتوا استفدتوها من السوشيال ميديا ولا هي بس مجرد تضييع وقت؟ انا ساعات بستفاد من السوشيال ميديا بس ما شفتش حاجه خلتني استفاد 100%. بس الحاجات اللي بستفاد منها مثلا لو حبيت اتعلم لغه، فبحب اعمل فولو مثلا لاي حاجه بتعلم. مثلا انا بتعلم دويتش، فمثلا احب اتعلم دويتش ازود الانجليش بتاعي كده. اوكي، يعني شويه بتستفيد شويه على الاقل يعني. الفقره اللي جايه دي هي مش بتاعتكم قوي قد ما انا عايزاه هسالكم اسئله معينه وتقولوا لي رد فعل بابا وماما في البيت هيكون ايه. تمام. اوكي. ماما هتعمل فيكي ايه لو عرفت ان انت بتتشاتي مع حد من على السوشيال ميديا ما تعرفيهوش؟ هتاخد التليفون. ولد هتاخد التليفون مني. عقاب وهتقولي لحد ما تعملي بلوك. تعملي له بلوك. هتقتنعي وهتسمعي الكلام وتعملي بلوك ولا هتهوديها؟ لا اقتنع صراحه. بابا وماما هيعملوا فيك ايه لو دخلوا فتشوا اوضتك ولقوا فيها سجاير او الكحول؟ هيقطعوني يعني مش بعيد ما بقاش ابنهم بعد اليوم ده. هيبروا منك حاجه زي كده. ماما عايزاكي تقلدي لي ماما لما بيكون عندك واحده صاحبتك مش بتطيقها بتقولك عليها ايه بنفس طريقه ماما؟ هيا بصي، انا ما برتاحش للبنت دي، ما تكلميش معاها تاني. لو سمحتي يا اخت تخليكي في حالك ولسانك ما يخاطبش لساني. ان شاء الله على لسانك ما خاطب لساني، مالك؟ بعمل كده بالظبط. طيب وانتي بتعملي ايه بقى؟ بقول لها حسب البنت بقى، يعني لو بنت انا ما بتكلمش معاها اصلا وبرده بحسها كده ممكن اسمع كلامها وابعد عنها وما اتكلمش. لو انت ماشي مع بابا في الشارع وحد اتخانق معاه ودخلت الخناقه في ضرب وحد هيمد ايده على بابا، انت هتعمل ايه؟ هتمد ايدك هتتخانق يعني هتنزل تضرب معاه ولا هتاخد جنب وتستنى لما باباك يخلص ولا هتتصرف ازاي؟ اكيد هخش اضرب معاه. انا مش هتخش هستنى تضرب حد معاه؟ يضرب ابويا. ولو هو قالك ما تتحشرش؟ لا مش هستنى حد اللي مسويه، حتى لو ابويا قال لي مالكش دعوه. لو واحده زعقت لمامي في الشارع وانتي معاها برضو عايزه اعرف هتتصرفي ايه؟ هتقفي هتزعقي للست دي حتى لو كانت كبيره في السن ولا هتستني تسيبي مامي هي اللي تتصرف وانتي تستنيها لحد ما تخلص؟ لو هي تطورت في الكلام لا هنزل، بس لو يعني هي ايه؟ يعني تطورت، يعني هي ايوه تطورت سيدت قوي الزعيق بتاعها وبتكلم ماما ببجاحه، هنزل لها حضرتك بتزعقي ليه؟ بس يعني هكلمها باحترام، بس يعني برضه عشان ما ينفعش ازعق ست كبيره، فهقول لها حضرتك انت بتعملي كده ليه وازعق بس باحترام. بخ ايه وزفت ايه؟ لا معلق بخ. هي هو انت ايه اكتر حاجه ماما بتتضايق منك فيها؟ ان انا يعني يا كل دول ده انت فكرتي كتير قوي. اكتر حاجه ان انا بقعد على التليفون وهي محساني ان انا حياتي ضايعه، ان انا ما عنديش حياه. بس اكتر حاجه بابا بيتضايق منك فيها ايه هي؟ ان انا ساعات بكون عنيد شويه. محمد ايه اكتر حاجه ما بتحبهاش في باباك؟ انه مش بيوافق بسرعه على اي طلب بطلبه. عايزه يوافق على الحاجات اكتر يعني. بس يعني قول ما تتكسفش. ايوه طلباتي هو هيسمع وهيشوف يمكن يوافق. يا رب يوافق. ايوه وافق بقى. ماشي. هيا ماما قلت لك يعني ماما عناديه وفي نفس الوقت هي بتمشي اللي على دماغها بيمشي. اوكي. وبابا بابا يعني مش يعني هيز ايزي جوينج قوي، يعني نفسي ساعات يشد عليا بس هو ما بيشدش عليا. هو هيسمع بقى وهيشد عليكي دلوقتي بعد نفسي اللي انت يقول لي قلتيه لا ده على يعني. حاجة. قولي الحمد لله واسكتي. طيب ماشي، بصفه عامه متفاهمه مع مين اكتر في البيت، بابا ولا ماما؟ لما يبقى في مشكله ماما. بتحكي مين؟ ماما. ماما. محمد؟
ماما. ماما. لو واحد صاحبك اتصرف معاك تصرف او مش اتصرف معاك، خيرك ما بين انا واخوك، تختار مين؟ اختار اخويا طبعا. لو مامتك وباباك شايفين ان في واحد صاحبك مش كويس ومش عايزينك تمشي معاه، وقالوا لك لازم تقاطع معاه، وانت مش شايف ان ده ان في سبب لكده، هتقاطعه ولا هتكذب عليهم وتقول لهم انك قطعته؟ يعني ممكن اقطعه بسبب والدتي ووالدي، بس ممكن احاول افهمهم ان هو كويس، انتوا بس ممكن شفتوا الموقف ده منه غلط. بس طالما لو خلاص جت على ان انا اقطعه، ما حصل معايا الموقف ده هتسمع كلام بابا وماما يعني. وحصل معايا وعملتها. لو مامي جت قالت لك انا مش عاجبني قصه شعرك وعايزه اخدك اعمل لك قصه على مزاجي دلوقتي في سنك ده، هتوافقي ولا هتعرضيها؟ حسب القص. لو قصه هتقصره لك خالص. لو هتقصروا لي خالص لا صراحه. هتعملي ايه بقى معاها؟ هتقولي لها ايه؟ هقول لها بصي يا مامي، يعني انت ده رايك بس هو مش هيليق عليا انا شخصيا. يعني انا من نوع الناس انا بحب شعري طويل. اوكي. فانا مش حابه كده يعني، وخلاص هشوف بقى هتعمل معايا ايه وانا هكمل بقى. طيب محمد، ايه العقاب اللي بتتعاقبه في البيت لما بتعمل حاجه غلط؟ والدتي مش بتعاقبني، بتفهمني صح من الغلط على طول. اوكي، لكن مفيش عقاب؟ لا يعني مش بتعاقب، بس اللي هو يعني تاخد الموبايل تقول لك ما تنزلش، ما تروحش، ما تقابلش اصحابك، الحاجات دي؟ لا هي بس ممكن تقولي ما تنزلش الحاجات دي لو انا ورايا مذاكره ورايا حاجه، بس ما تعاقبنيش. يعني هي بس بتفهمني صح من الغلط. طب هاي بتتعاقبي ازاي في البيت؟ ما بتعاقبش. ما بتتعاقبيش برضو عشان ما بتعمليش حاجه غلط؟ لا ولا بعمل طبعا، بس هي ايه بتقولي ما تكلمنيش تاني، وبعدها ايه بقعد مثلا 3 ايام ما بكلمهاش وباخد جنب بقى وكده، وهي بتاخد جنب برضو. في الاخر انا باجي لصالحها وهي. طب بتستني 3 ايام ليه بقى طالما انت عارفه ان انت اللي هتصلحيها في الاخر؟ ما تصلحيها من اول يوم عشان ما تقعديش مخاصمه مامي 3 ايام. اعمل ايه طيب؟ ما بعرفش انام، يعني انا ما بعرفش انام في 3 ايام دول. طيب يبقى ما تستنيش ال3 ايام وتروحي تصلحيها في اول يوم. ما بترضاش. طيب كفايه كلام عن بابا وماما؟ تمام ماشي كفايه صح؟ اوكي. هختبركم في شويه العاب صغنطوطه كده. ماشي؟ اوكي. ركزوا في اللي انا هقوله ده. ماشي. مين الخال الوحيد لاولاد عمتك؟ ابويا. برافو عليك، والله انا منبهره. انا منبهره النهارده، حظي ان النهارده كله بيجاوب على اسئله. طيب جماد عندنا في البيت بيفضل يتكلم كتير. التلفزيون. شاطر. ايه ده؟ 2-0. عليك. ايه ده؟ 2-0. علم عليكي واحنا قاعدين اهو. انا لسه راجع من درسين برضه. لا علم عليكي واحنا قاعدين. ماليش دعوه ماليش دعوه. اسم ولد من 4 حروف، لو شلنا حرف بقى صفه لواحد قاعد معانا في البيت. بابا. ايه بقى؟ ايه ده؟ ايه ده اللي انا بقوله؟ ايه بقى؟ قلنا نفكر. شغلي مخك. شكلك انت كمان مش عارف. صفه. صفه بمعنى ايه؟ صفه حد في البيت. حد في البيت. مش عارفين؟ لا. اوكي، وانا مش هقول لكم، انتوا فاهمين انا هقول لكم ولا ايه؟ نسيبكم كده. ماشي. طيب اوكي. في منطقه اسمها منطقه ابو قتاته. ابو قتاته. هديكوا 4 اختيارات. القاهره، المنوفيه، الجيزه، اسماعيليه. ابو قتاته دي فين؟ ابو قتاته دي حاسسها اكيد في انت قلتي فين؟ القاهره، المنوفيه، الجيزه، اسماعيليه. المنوفيه. غلط. ماشي. الجيزه. صح. بس انتي ضربها كده يعني، هي جت معاكي. لا اصل الاسم القاهره ايه؟ ليه القاهره؟ بجد؟ ماشي. اسم بنت من 7 حروف، اول حرفين اسم لصله قرابه، واخر 3 حروف نبات. اسم بنت من 7 حروف، اول حرفين اسم لصله قرابه، واخر 3 حروف اسم نبات. لا مش عارف. اسمها طويل قوي كده؟ اسمها طويل قوي كده. طب هنضرب اي اسم طويل؟ مش عارف، بفكر. في مركز اسمه ابو تشت، ده في محافظه ايه؟ قنا ولا اسيوط ولا الاقصر؟ قنا. اخر كلام؟ موافقاه ولا اسمه ابو تشت؟ ماشي. في قنا ولا الاقصر ولا اسيوط؟ اسيوط. طيب انا ممكن اسيبكم كده انتوا الاثنين مش عارفين، بس انا هفرحه واقول له ان هو صح. طيب اوكي. طيب في قريه اسمها سنهوت. اسمها ايه؟ سنهوت. سنهوت. اوكي. دي في الشرقيه ولا منيا القمح ولا الجيزه؟ سنهوت دي حاجه فلاحي. سنهوت كده. سنهوت قلت منين ولا منين؟ الشرقيه، منيا القمح، جيزه. لا دي سنهوت شرقيه. صح، برافو عليك. ده بصي يعني لازم تجاوبي حاجه، ما ينفعش كده. والله كنت هقول. طيب هي اللعبه اللي جايه دي
هو كده كده انتوا مش هتعرفوها، فانا هعدل فيها دلوقتي حالا عشان تعرفوا تعملوا اي حاجه. تمام. انا هقول مثل شعبي بالعربي، مم. وانت هتشرحه لهيا بالعربي برضو، وهيا هترجمه لنا بالانجلش. وانا هفهمه. ايه؟ انت ما انا هقول وانت شو بقى هتعرف بالعربي ولا لا. اوكي يعني انا عايزه اشوفك انت هترجمه لها ازاي بالعربي. حاضر. تمام. اوكي. لاقيني ولا تغديني. استنى، هيا انت فاهمه ده؟ لاقيني ولا تغديني؟ سمعته بس مش فاهمه يعني. اوكي اشرحوا لها بقى يعني ايه. لاقيني ولا تغني؟ انا مش عارف. مش عارف تشرحوا لها بالعربي؟ يعني ايه دور عليا وما تغديني؟ ما تاكلنيش ولا ايه؟ مش فاهم. لاقيني ولا تغديني مش فاهمه؟ لا مش فاهمه بالعربي يعني ايه؟ استني انا ممكن افهمه. يلا. لاقيني ولا تغديني يعني ممكن تدور عليا بس ما تدينيش المعلومه، يعني مش عارفه. حاجه قربتي والله. صح؟ يعني قربتي. ممكن احسبها لها بوينت لانها قريبه جدا. حاجه زي او النبي يا بنتي. ماشي. طيب اللي بيته من الازاز ما يحدفش الناس بالطوب. فاهماه الاول؟ عارفه. فاهماه؟ هحاول اشرحه. اشرحوا لها بالعربي بقى. هي فاهماه خلاص، هنشرحه لها ليه؟ خلاص ماشي. هي هترجم لا على طول. لا ما مش لا ماليش دعوه. ترجمه لي بالانجلش. اللي بيته يعني اترجمه زي ما هو ولا باللي انا فاهماه؟ باللي انت فاهماه. لا مش عارفه اجمع. اوكي لا اللي بعده اللي بعده. اللي عنده قرش محيره يجيب حمام ويطيره. اشرحوا لها بقى. اللي عنده قرش محيره ويجيب حمام ويطيره. اوكي يعني مثلا اللي معاه فلوس كتير ممكن يجيب اي حاجه حتى مالهاش لازمه. ماشي. ممكن if you have a lot of money don't spend it all يعني. don't spend it all. لا امال ايه؟ انت غيرتي كده في المعنى. ليه؟ اللي معاه اللي عنده قرش يحيره بيجيب حمام ويطيره. ايوه if you have النصيحه هنا مش ان انت ما تصرفش الفلوس. مش if you have a lot of money try to be all English all the time. اوكي ده فهمك انت للمثل مش ترجمه. لا. اوكي محمد، ايه نوعيه المزيكا اللي انت بتسمعها؟ بسمع راب، بس كان عربي او انجلش. راب؟ حاجات قديمه قوي. عشان انت بتحبي تغني صح؟ انت بتغني اصلا في حته ولا؟ بغني. بتغني؟ طيب هنستغلك وهتغني. انا هديكي فرصه انك تفكري في حاجه تغنيها لحد ما اسال محمد سؤال. ماشي؟ بصي طب انت مفيش دلع اكتر من كده. فكري. لا ما تناقشنيش بقى، فكري انت لوحدك. انا عايزاك ما بتسمعش شعبي لا يعني نادرا يعني. اغنيه بتقول كلها مشهوره بس معايا بتاخد صوره. افهم يا رجوله انا صاحب الملعب صاحب. لا مش عارفها دي. مش عارفها؟ ولا عارف تكمل ولا عارف مين اللي بيغني؟ لا. عارفه؟ لا طبعا. اوكي طيب. بنكش على شغله مين يجي لي جوله. ولا مين اللي بيغني ولا عارف بقيتها؟ لا مش عارف. لا ولا عارف مين اللي بيغني ولا بقيتها ايه؟ شكلي ما بسمعش ولا ايه؟ لا مش عارف. لا اوكي هاي هتغني لنا ايه؟ حاجه سريعه كده يلا. ماشي. ممكن اغني حاجه لفيروز بقى. براحتك. كيفك ادعم يقولوا صار عندك ولاد، انا والله كنت مفكرتك برات البلاد. كيفك ادعم يقولوا صار عندك ولاد، انا والله كنت مفكرتك برات البلاد. شو بدي بالبلاد الله يخلي الولاد. شطوره يا رب تعملي اللي انت عايزاه وتطلعي بتغني وبتمثلي ما عملت وحش قوي اصلا. لا خالص. انبسطتوا؟ جدا. قلتوا الحقيقه؟ كلها. انبسطت معاكم. ثانك يو. باي. باي.